سنة 2012 تقريبا كنت بتفرج على المصارعة زي أي طفل عنده 12 13 سنة. وقتها وأنا بتفرج حصل المشهد ده، ألبرتو داريو كان عاوز يضرب بيك شو، راح اختلط وزنه وجع. سيبك من كل ده، هنا لقيت بيك شو حتى ما بصش ايه حصل وراه، وقف مكانه كده وفضل مستنيه يقوم ومثبت البتاع اللي في ايده دي أكنه عايز يقوم ويضربه تاني. وهنا كنت في حالة صدمة وقلت في نفسي هي المصارعة تمثيل؟ وبدأت أدخل في الصراع الوجودي اللي كان أغلب المصريين عايشين فيه وقتها، المصارعة تمثيل ولا لأ؟ وطلعت باستنتاج واحد، المصارعة تمثيل، لكن أنا وغيري بنحب نتفرج عليها. بس ليه؟ ده موضوع الفيديو، ما تنساش اللايك ويلا بينا نتكلم فيه. أنا مش هدخل معاك في جدال إن المصارعة تمثيل ولا لأ، لأن ده شيء معروف إنها سيناريوهات ومتدربين على الحركات والكلام ده كله. أنا هكلمك على القصة نفسها، وعشان تعرف القصة نفسها لازم نجيبها من البداية. بص يا ريس، المصارعة من قديم الأزل ممكن تكون مرتبطة بالإنسان أصلا. هتلاقي نقاشات ليها في كل الحضارات القديمة زي المصرية واليونانية، ده حتى ممكن تكون كانت مع الإنسان البدائي لما كان بيصارع الحيوانات على الصيد. فضلت المصارعة تتحسن على مدار السنين حتى وصلنا لبداية الخمسينات في القرن اللي فات، وهنا ظهر أول بوادر للمصارعة اللي نعرفها النهاردة. الكلام ده كان سنة 52 لما أسس فينسنت ماكمان أبو فينس ماكمان اتحاد اسمه كابيتال رسلينج كوبريشن أو CWC، اللي بعد كده اتحول لورلد وايد ريسلينج فيدريشن WWF. فضلت المصارعة ماشية عادي كده، الموضوع مجرد اتنين بيضربوا بعض، مفيش دراما، مفيش حياة تشد الجمهور خالص، لحد ما ظهر الشخص ده فينس ماكمان. المصارعة قبله كانت حمادة، واللي جاي بعده حمادة تاني خالص. على سنة 82 ماكمان بقى ماسك الشركة كلها لوحده واختصر اسمها لل WWF، وبدأ يعرض المصارعة على التلفزيون، مش مجرد ناس قاعدة في القاعة كده وخلاص. ومن هنا تبدأ حقبة جديدة في المصارعة، لأن ماكمان عرف الزتونة، الناس بتحب الشخصيات، عايزين قصة يعيشوا معاها، عايزين أيقونات. ولقى ضلته دي في مين؟ في مصارعين زي أندري ذا جاينت وهوجن وشخصياتهم المميزة. أندري كان العملاق الغامض اللي مش معروف هو طيب ولا شرير، وهوجن الفيس الطيب، كاريزمته ودخلته الشهيرة وتقطيعه للتيشيرت كل مرة يدخل فيها، كل ده كان جزء من براند الشخصية اللي كان عايز يبنيه فينس ماكمان. حاجة تانية عملها ماكمان إنه بدأ يعمل عروض كبيرة زي راسل مانيا، وعمل راسل مانيا 1 و2، وفي راسل مانيا 3 تحصل اللقطة الأيقونية وأبرز لقطة ممكن تكون لحد النهاردة، هالك هوجن يشيل أندري ذا جاينت ويرميه ويعد عليه ويكسب، وتتحفظ اللقطة دي في تاريخ المصارعة، ويتحول هوجن ويبقى نجم أكبر من الأول بكتير، لأنه لما اتعرضت اللقطة دي في الأخبار والتلفزيونات شدت انتباه الناس اللي ما كانتش أصلا مهتمة بالمصارعة. مع دخول التسعينات بقى وبداية الألفينات ظهر وجوه جديدة وكلنا بنحبها زي ستيف أوستن، شون مايكل، ترابل اتش، ميك فولي، وذا روك، وبدأ معاهم عصر الاتيتيود ايرا. ومن هنا الحبكات والستوري لاين يبدأ يتحسنوا كتير، وتبدأ الإثارة والدراما، وكل ده في سياق ترفيهي يخلي أي حد يتشد ليه. لا، ده القصة هي أهم حاجة، القصة أهم حتى من المصارعة نفسها. اتنين أصحاب فجأة تحصل خيانة، الأندر دوج اللي بيعافر عشان يظهر وفي ناس بتمنعه، الشخص الطيب الفيس ضد الشرير الهيل. الواحد يحب يتفرج على الصراع ده، الصراع اللي من غيره المصارعة هتكون عبارة عن شوية ناس عندها عضلات بيعملوا حركات مهما كانت متنوعة هتتكرر وهتكون مملة. مثلا حدث زي هزيمة أندرتيكر من بروك ليزنر وكسر السلسلة، من أكتر اللحظات اللي تمت مشاهدتها في تاريخ WWE. ليه ما يكونش زي اي هزيمة عادية حصلت؟ ببساطة لانها قصة امتدت ل21 سنة الناس ارتبطت بيها، واحدة من اكبر اساطير شهرة في تاريخ المصارعة، ونهايتها كانت بمثابة نهاية حقبة وولادة تانية. وعشان كل اللي قلته لك ده اقدر اقول لك ليه بنحب المصارعة. بنحب المصارعة عشان هي بتقدم حاجة مش هتقدر تلاقيها في مكان تاني. المصارعة بتقدم قصة مثيرة مليانة بالتشويق والإثارة، قصة بتخلينا نتعلق بالمصارعين اكنهم صحابنا. المصارعة بتقدم شخصيات معقدة ومتنوعة بتخلينا نحب شخصيات ونكره التانية. المصارعة بتقدم لنا دراما حقيقية أحسن من بعض المسلسلات كمان. المصارعة بتقدم تشويق مليء بالتوقعات والخوف. المصارعة بتقدم إثارة بتخلي أي حد يحس كأنه في فيلم أكشن. المصارعة بتقدم كل حاجة ممكن حد يحتاجها في يومه، من فرح وزعل وحب وكره. المصارعة هي رياضة ترفيهية مش مجرد مصارعة، هي قصة وشخصيات ودراما وتشويق وإثارة، دخلات وبروموهات، خيانات. المصارعة هي حالة كده محدش هيفهمها غير اللي بيحب ويتفرج مصارعة، وعشان كده أنا وباقي محب المصارعة بنحبها. اتمنى اكون قدرت اوصل الفكره، وبعد كده اي حد يقول لك انت بتتفرج على المصارعه ليه، دي تمثيل وبتاع و خده وارزع له الفيديو ده في وشه. لا بس لا مش جامد يعني، بعتولي كده بكل حب يمكن يشترك او حاجه في القناه. ولو انت كمان عجبك الفيديو هكون مبسوط لو تدعمني حتى بلايك، وشكرا انك كملت لحد هنا، وبس كده اشوفك فيديو تاني ان شاء الله. سلام.